مرحبا، وصفتنا اليوم شوربة الإفطار. بس اليوم عملتلكم هي على طريقتي، والطريقة مضبوطة 100%. أتمنى تجربوها وتقولولي رأيكم بيها. تابعوا معاي الفيديو خطوة بخطوة حتى تحصلون على نفس النتيجة. ويلا نبدأ. بالبداية غيح نحضر المواد. غيح نحتاج بصلي وحدي نثغمه ناعم بهذا الشكل، وراح نحتاج فطار. طبعا الفطار أنا كن غسلتونه ونظفتونه كلش مليح. رايح نشيل الغاز مالته بهذا الشكل ونبدي نقطعه. أنا قطعتونه بهذا الشكل شوية خشن، بس إذا تحبونه ناعم تطيقون تقصقصونه بشكل ناعم. ويكون بهذا الشكل. وغيح نحتاج جزرة وحدي برشتوها بالرندة وتكون بهذا الشكل. وأسا نبدي نحضر الشوربة. غيح نحتاج شوية زيت ونضيف عليها البصلي ونبدي نقليها إلى أن تذبل شوية ويتغير لونه. وبعد ما البصل ياخد لون ذهبي نضيف علينا الفطر والجزر اللي برشنانه ونقلب المواد. نقلب المواد ونقليها شوية بالزيت، وبعدين ننصي النار ونقبغ الدست ونتركها على نار هادية إلى أن تستوي. وبعد 10 دقايق كل شوية نقلبها إلى أن تستوي وتصير بهذا الشكل. وأسا نبدي نعمل مجال شوية حتى نقلي بين الطحين. وطبعا غيح نضيف 3 معالق أكل من الطحين ونقلب الطحين مع المواد ونقلينه شوية. وبعد ما ينقلي الطحين غيح نضيف علينه لتر كامل من الماء. وغيح نضيف فلفل أسود، طبعا كمية الفلفل الأسود حسب الرغبة. وغيح نضيف مكعبين من الماجي. نخلط المواد كلش مليح ونستمر بالتقليب إلى أن يغلي. وهاي الإضافة من عندي، أنا ضفت شوية جبن، طبعا تطيقون تستغنون عنه، بس تنطي طعم كلش طيب للشوربة. وبعد ما تغلي الشوربة تصير جاهزة للتقديم، والتزيين حسب الرغبة. أنا زينتوها بهذا الشكل. وكملنا معاكم وصفتنا لليوم، إن شاء الله تعجبكم. وإذا جربتما قولولي رأيكم بها بالتعليقات. ولا تنسون تشتركون بالقناة خاصة إذا كنتم جداد على القناة، وفعلوا جرس الإشعارات حتى من أنزل شيء جديد يصلكم.